السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا مشكلتنا الأزلية كلنا كستات تنظيف الفراخ أو الفروج، احنا نقول عليه الفروج يعني. ازاي تنظف الفرخة أو الفروجة وتشيلي منها ريحة الزفارة، لأن الفراخ البيضة معروفة إن هي لها ريحة غريبة كده، ريحة مش مستحبة يعني، أو ريحة مش لطيفة، بسبب طبعا العلف والهرمونات والمكان والبتاع. هتعمل ريحة مش كويسة خالص، طبعا غير البيتي خالص. فتعالي النهاردة هنقول لك على أفضل طريقة بعد محاولات كتيرة وبعد تجارب كتيرة. أفضل طريقة هتنظفي بيها الفراخ البيضة، وبصي هتزيك معاكي من النظافة. عارفة صوت التزييك بتاع النظافة ده؟ والله بجد اسمعي مني، هتزيك معاكي من النظافة وهتبقى يعني هتدعي لي اسمعي مني بس. لو انت اول مره تشوفيني، انا ام المعتصم ودي قناتي عليها روتين صعيدي مغفلك. ما تنسيش تحطي لي اللايك، لان اللايك يدعمني ويرفع الفيديو. حطي لي كومنت بدعوه حلوه منك ولا كيف بالمثل يا رب، واشتركي في القناه ونوريني. اول حاجه نجيب الفرخه، نديها شطفة في السريع كده، نشطفها في السريع والقونصة بتاعتها ننضفها، نشيل الطبقة اللي فيها، ونبدأ نشيل أي زوايد عندي أنا يعني في الفرخة مش هنستخدمها، اللي هي حتة الجلد اللي فيها دي من تحت والضفر بتاع الجناح والجلد اللي في الركبة دول، أنا أنشيلهم خالص، أنرميهم يعني إيه، مش هنحتاجهم. تمام. بعد ما شلت كل الزوايد اللي أنا مش محتاجاها فيها، أنا أبدأ نقطعها التقطيعة اللي تريحني. لو انت هتعمليها سليمة وما تقطعيهاش، لو انت هتقطعيها 4/4 قطعي 4/4، لو على حسب التقطيع اللي انت متعودة عليها. انا ابدا نشيل الحتة اللي في الورك دي، اللي هي نقولوا عليها الكلاوي او نقولوا عليها مش عارفة، اللي هي حتة عاملة زي الكبدة كده، تلاقيها بين العظم بتاع الوراك. دي تتشال لان دي تعمل ريحة زفارة، دي مش مستحبة ان هي تبقى قاعدة في الفرخة اصلا يعني. تمام. فانا ابدا نشيلها ضمن الحاجات اللي هتتشال، ونبدا نقطعها التقطيع اللي انا متعودة عليها. كل واحد طبعا له تقطيع، ما حدش، كل واحد له طريقته في التقطيع. القلب ده طبعا برضه نفتحوه وننطفوه، يبقى فيه زي دم متجلط كده من جوه، برضه نفتحوه وننطفوه ونخلوها زي الفل. اهم حاجة في المرحلة دي اني انا مش نبدا ننضفها الاول وبعدين نقطعها، لا، انا نعمل العكس، نقطعها الاول وبعدين نبدا التنظيف ونبدا رحله التنظيف. لان لما تمسكي حته حته تنظفيها كل حته مستقله بذاتها، لا، التنظيف هيبقى افضل ويبقى الوضع احسن. هنجي هنا على ميه جاريه، اهم حاجه ميه شغاله. بصوا، انا في التنظيف عموما، سواء تنظيف خضار، سواء تنظيف لحوم، تنظيف طير، اي حاجه، نحب ننظف في ميه جاريه. مش نحب ننظف نعبي معونه وننظف منها، او نحطها في نفس المعونه ونشطف، لا، نحب ننظف في ميه جاريه، ميه شغاله. فهنا جبت شغلت الحنفيه عليها وقعدت نمسك حته حته ايه، نفصفصها فعلا، اي ريشه زياده، اي حته صفار، اي اللي هو الماده اللزجه دي اللي هتبقى فيها، كل ده ننظفه خالص، نشيل اي حاجه فيها مش تمام يعني. هنا ننظفها ونشطفها في نفس الوقت كلها، لان الميه فوقيه شغاله. تمام. فبعد ما نخلص تنظيف فيها خالص ونتاكد منها كلها ان هي نطفت، هتبقى في الورك، هتبقى في ماده لزجه كده تحت الجلد، دي تشيليها خالص خالص. هنبدا نشيلها، هتتشال معاكي بسهوله خالص. تمام. وتشط في كل حاجه، ولا تبقى في دهون كده قاعده في القونصه، هتبقى في دهون عليها من بره، برضه دي مش مستحبه، تشيليها كلها، ما تخليش فيها اي حاجه. تمام. بعد ما اتاكدت ان هي نطفت تمام وان هي كده زي الفل ما فيهاش اي حاجه، نبدا اقعد في مرحله ان انا هنشيل الزفاره منها او هنشيل الريحه منها. هنبدا نحط لها شويه حاجات، بصوا والله هتقضي على الريحه تماما تماما يعني، حتى الشوربه تخليها زي العسل. هنجيب ليمونه او ليمونتين على حسب حجم الفرخه. انا الفرخه هنا كانت صغيره مش كبيره يعني، فمتوسطه يعني نقوله. فرحت جبت ليمونه كبيره ورحت عصرتها عليها كويس خالص، مسكت القشر بتاعت الليمونه، دعكت بيها البتاع. وبعدين جبت خل، محدش يقول لي مش هنحطه خل، الخل هيقتل اي بكتيريا اي بكتيريا في الفرخه. وبعدين ملح وسكر، ملح وسكر وخل وليمون حتى الان اللي انا حطيته، وتمام. وبعدين تفركي بيه الفرخه. اهم حاجه الخل، ما حدش يقول لي، لان في كذا حد قال يا اخوانا ما حدش يحط خل يثبت الريحه. يثبت الريحه ازاي يا اخوانا؟ يقتل اي بكتيريا والله ويقضي على الريحه. والاهم من ده كله الدقيق، يعني تجيبي شويه دقيق حلوين ورشيها على الخليط ده كله، وابداي عادي افركي، ابداي يغسلي يعني ابداي يغسليها زين وفركيها، امسكي حته حته، كل حته من فوق ومن تحت ومن الجناب، ابداي افركي، بحيث ان الخليط ده يوصلها كلها، وزي تعملي لها سكراب كده، عارفه انا اعمل سكراب للفروجه يعني. تمام. فبعد ما عملت لها سكراب كلها كده ونظفتيها وفركتيها فرك كلها، سيبيها شويه في الخليط ده، سيبيها تاخد وتدي في الخليط وتتشرب فيه، بحيث ان هي تفقد كل الزفر اللي فيها. انا سبتها على جنب خالص يعني حوالي نص ساعه
على حسب وقتك ساعة. بس أنا عشان كنت حنطبخها فما ما طولتش، يعني نص ساعة، وبعدين رحت بدأت شطفتها على طول، بدأت فيها. بس بعدين رحت جبتها برضو على مية جارية، لأني مش هنستخدمه واحنا مش هنستخدمه مية راكنة يعني خالص. برضو هنمسك حتة حتة تشيلي منها كل اللي هتلاقي العجين لسق، الدقيق عمل عجين يعني ولسق. بس ايه، انت وقتشط في الحتة اللي انت ماسكاها، انت وقتشط فيها هتلاقي فيه تزييك كده. الزييكة بتاعت النظافة، والله عارفين مش في صوت للنظافة كده، انت وقتشط فيها هتلاقي في ريحة، في تزييك نظافة، والريحة اختفت منيها تماما نهائي، ما فيهاش اي ريحة. انا واثقة ان انت لو جربت الطريقة دي، لو عملتيها والله هتحس بفرق رهيب رهيب في الفرخة. اول ما هتجي تعمل بيضة قشطة قشطة يعني والله العظيم، يعني المنظر بصراحة ما شاء الله تبارك الله، تستاهل يعني، مش هتاخد وقت خلي بالك، ولا هتتعبك ولا هتعملك أي حاجة. فجربيها الطريقة دي. وحتى لو انت مش هتطبخيها او مش هتعمليها، ما تشيليهاش في التلاجة او تشيليها في الفريزر وانت شطفاها كده وبتاع تقولي لا لما نطلعها هنبقى ننضفها. لا، نطفيها الاول وظبطيها وخليها قشطة كده، وبعدين شيليها في الفريزر. ما تشيلهاش هي ومش نظيفه، شيليها بعد ما تعمل الخطوات دي كلها، حطيها في كيس وشيليها في الفريزر، بحيث ان انت حتى لما تجي تطلعيها ما تتعبكيش، وتبقى ضامنه ان هي الجلد واللحم بتاعها ما شربش من الزفاره او من الريحه الوحشه او من اي حاجه نظيفه، لان لما هتقعد وهي مش متنظفه هتمتص كده اي زفاره واي حاجه مش كويسه والله العظيم. فحساس خالص موضوع الفراخ ده، يعني الواحد يعني برغم ان احنا نحبه ناكلوه والعيال يحبوه خالص، ولكن حساس خالص، محتاج تنظيف زياده، محتاج انت تركزي معاه خالص في التنظيف كده وتاخدي بالك. بصي انا هنا يا ريت الصوت مسموع، تزييك والله اللحم بتاعها ايزيك من النظافه يعني. لو وصلتي لغايه هنا ما تنسيش تعملي لي لايك للفيديو، اللايك هيدعمني ويرفع الفيديو، وسيبي لي كومنت بدعوه حلوه يا رب ولك بالمثل ان شاء الله، وطبعا تشتركي وتنوريني وتقولي لي انت من وين. والسلام عليكم.